السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. اليوم جيت ندير معكم كراتان تاع كبة البطاطا. الكراتان هذه راح تكون بزاف هايلة وخفيفة للصيف. تابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. المقادير تاعنا راح نبدا اول شيء بالحشو اللي نسحق فيه فيونداشي، بصله مقطعه، شويه تاع الفرماج، عندي توم مرحيه، فلفل كحل، الملح، شويه سكنجبير، عفوا كركم، وشويه تاع الملح. هنا اول شيء بديت نديرو هي اني رحيت البصل، من بعد ضفت فوقه الفيونداشي ورحيتهم مع بعض. انا نحب نرحي الفيونداشي مع البصل باش يجيني طري. هنا ضفت الفرماج اللي هو راح يعطيني بنه خاصه. بالنسبه للتوابل تقدروا ديروا غير الفلفل الكحل والملح، تستغنوا على البقيه، بصح انا حبيت نتبلو مليح. رحيت كامل المكونات مع بعض حتى تجانسوا وتحصلت على هذا الخليط. من بعد ما رحيتهم رحت نحيت الخليط تاعي تاع الفيونداشي في طبسي، وعاونت يدي بالزيت وحطيت طبسي واحد اخر قدامي مدهون بالزيت كيف باش ما يلصقليش في الطبسي تاعي، خاطرش كي ترحيو الفيونداشي مع هذاك الفرماج والبصل راح يجي شغل يتلاصق. الوغ باش تيفيتيو كامل هذاك التلوثيق ديروا الزيت في يدكم وفي الطبسي. بعد ما كملتهم كامل بنفس الطريقه، يعني فرميتهم هكذا شويه بالطول لا فورم تاعهم، درت شويه زيت في المقله، سخنتها مليح وقليتهم حتى تحمروا لي مليح، يعني طيبتهم كامل ماشي نص طياب. سيو كيفاش ما تمسوهمش ما تقلبوهمش حتى يطيبوا لكم على الجهه الاولى، باسكو الا بديتوا تحركوا فيهم من الاول راح يتفتوا لكم وحيتخسروا لكم او يلصقوا، ما تقدروش ميم با تدوروهم. الو خلوا حتى يطيبوا لكم من جهه، من بعد تقلبوهم من الجهه الاخرى بهذه الطريقه. فوالا هنا كيما راكم تشوفوا تحمروا لي مليح. نحيتهم من المقله ورحت ديريكت للبطاطا تاعي. البطاطا عندي هنايا غليتها بالقشور تاعها، من بعد نقيتها كامل من هذاك القشور، درت لها شويه ملح، شويه نفس التوابل اللي درتهم في الفيونداشي عاودت لهم في البطاطا مع شويه تاع الفرماج. تقدروا تزيدوا شويه مغرف صغيره تاع مارغرين. الوغ هنا جبت هذاك الفيونداشي تاعي وشديت البطاطا وبديت نحشي هذيك البطاطا بالفيونداشي ونديرهم فورم تاع كبه. لا فورم تاع الكبه شدوها تجي مدوره برك شويه بوينتو من لي دو كوتي. فوالا سيو كيفاش ما تخشنوهاش بزاف، يعني البطاطا ما تكونش بزاف على الفيونداشي. او تقدروا ديروا العكس، يعني اللي عنده كميه مليحه من الفيونداشي يقدر يدير البطاطا هي اللي في الوسط والفيونداشي هي اللي اونتوري بالبطاطا. انا درتو ديجا هكاك جا بزاف بنين، واستعملت تانيك جبن شيدار لداخل جا هايل. الوغ هنا كيما شفتوا فورميت هذيك الكبه تاعي. قلت لكم حاولوا كيفاش ما تكتروش البطاطا، تقدروا تزيدوا مع البطاطا شويه تاع المعدنوس، تنكهوها على حسب الجو تاعكم البطاطا. تقدروا ما ديروا لهاش كاع، ديروا غير فرماج وشويه ملح يكفي. هنا من بعد ما فورميتهم كامل كيما شفتوني، درتهم شويه في البيض، رمتهم كامل في البيض ومن بعد في لاشابلور. تقدروا تستغناو على لاشابلور وديروا في الفارينه، مي انا حبيت لاشابلور خير. تقدروا تانيك ترحيو الشيبس. فوالا بهذه الطريقه وحطيتهم في طبسي واحد اخر. فوالا تحصلت على هذا الشكل. من بعد راح سخنت الزيت تاعي مليح وقليتهم على الجهتين حتى حماروا مليح. حطيتهم في بلا تاع الفوغ ودرت فوقهم شويه تاع البيشاميل هنا كيما راكم تشوفوا. انا خيرت نديرها شويه ثقيله، تقدروا ديروها خفيفه عادي. تقدروا تفرشوا تاني كمل تحت قبل بيشاميل باش تحطوا فوقها. انا درت ديريكت من الفوق، من بعد ربيت لها شويه تاع شيدار ودخلتها للفرن باش تحمر. تقدروا ديروا لها مريقه بيضه بالحميصه والدجاج، او تقدروا ديروها كراتان هكذا. انا خيرت نديرها كراتان، دخلتها للفرن تحمرت لي كامل وبالصحه وبالهنا. هذا هو الطبق تاعي تاع نهار اليوم. نتمنى انه يكون نال اعجابكم. ماذا بيا تخلوا لي تعليقاتكم باش نعرف الا عجبكم ولا لا.
ما بقى لي في نهاية هذا الفيديو غير نقول لكم تبقاو على خير، نتلاقاو في فيديوهات اخرى ان شاء الله.